السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يا ربي تكونوا بألف خير وصحة وعافية، ويلقاكم الفيديو تاعي هذا يعني في ألف هنا وألف صحة وألف خير يا رب العالمين. نهار اليوم قررت أني نصور لكم روتيني المسائي بعد خروجي من العمل. أكيد راح نكون جد مرهقة وندخل داري راح يبدا روتين واحد آخر. دوك كيما راكم تشوفوا رانا في الطريق مروحة بعد ما يعني مشيت يعني الطريق هذه كامل راني دخلت لداري. وداري يعني كيما راكم تشوفوا انا في الليل قبل ما نروح نرقد نريقلي كوزينتي وصالون تاعي شامبرتي، يعني ريقلي داري بالبيان، نغسل ماعني نفرز داري هكذا باه صباح كي نوض قهوتي نوجدها خفيفه، ما نبقاش يعني نجري مع الماعن وكامل، وحتى كي نروح نخدم وندخل داري نلقاها نقيه، يعني روتين يجي خفيف. باينه بلي كي ندخلوا الدار تالمو راني خدامه انا والزوج تاعي وليدي راهو عند لانوغيس، يعني ما كانش شكون يهوي لي الدار نهار كامل، يعني من 8 حتى ل4 العشيه. اول حاجه نديرها وقت اللي ندخل اني نفتح تواقي باه نهوي داري، يعني من ديك الريحه صباح الانسان كيما ينوض جست نفتح 5 دقائق ونعاود نغلق نتوكل على ربي لخدمتي. كما راكم تشوفوا انا هويت داري ودوكا رحت باه ندي ماكيي. باينه بلي لابو تاعنا راهي تعرضت لبزاف شوائب برا مع الجو هذا، يعني البروده مع الانسان يدير شويه مكياج خفيف، يعني ما رانيش نكثر مكياج برا، حاجه خفيفه يعني بوماد خفيفه هكذا باه البشره تاعنا ما تتاثرش من البروده تاع الصباح. كي ندخل العشيه ديريكت نروح نقي، انا نحب نقي وجهي بماء الورد. تالمو لابو تاعي راهي سونسيبل بزاف، يعني اي برودوي نحطو البشره تاعي تهلك يعني درجه كبيره. بعد ما نقيت اكيد راح نديبريي نحي قش الخدمه اللي برا، يعني تعب وثقيل وكامل مع لي مونطو، وراكو على بالكم باللي رانا في فصل الشتاء والبرد، رانا نخملوا القش على جلبه ما نبردوش وما نمرضوش يا البنات. انا هنا وجدت بيجامه شويه خفيفه، مع راح ندير تحميمه خفيفه نحي بها العرق حاشاكم وتعب الخدمه، باش نحس روحي خفيفه وقت اللي نروح نوجد عشايا ونقعد مع الزوج تاعي ووليدي ونحو التعب هذاك تاع النهار كامل. اول حاجه يعني نروح نعلق الحجاب تاعي اللي نخدم فيه هكذا باه الصباح وقت اللي نوض ما نلقاهش مكرفس يا البنات، يعني من داك نكون تعبانه نرميه هكاك برك ومن بعد كي نروح نتوله نلقاه تكرفس لي كامل. على بها دوك راني دايرت له يعني بلاصه سبيسيال قشي سوا تاع الخرجه ولا تاع الدار، كل حاجه دايرت لها بلاصتها في الخزانه. اصيلو بعد ما جبته من عند لانوغي صراحه نبدا روتيني اول حاجه به هو الاول، بحكم اننا رانا في وقت العصر يعني في المساء وقت حليبو، راح نوجد له البيبون تاعو نديرو يبرد، ومن بعد باين باللي نروح نعاود ندبريلو قشو نلبس له بيجامه خفيفه يحس بالراحه فيها وقت اللي يكون في الدار يلعب. ومن بعد وقت اللي يبرد له حليبو اكيد راح نمده له، انا راني نلبس له يا البنات وهو ماما با يعني الحليبه. ربي يحفظ لكم وليداتكم. بحكم انه مازال يعني عام ونص الله يبارك، مازال هذا وين بدا يتعلم الكلام، يعني كلامه بزاف حلو وكيوت، ان شاء الله نشوفوا فيهم يعني جيل المستقبل يفرح، امين يا رب العالمين. وهو نوار حياتي، هو ضوء عيني، يعني هذا الوحيد اللي عندي. ربي يحفظه ويحفظ لنا وليداتنا اجمعين. هي متعة هاريش يا البنات كيما راكم تلاحظوا، ما نجي نلبس له السروال هذاك حتى يطيحوا كتافي مع تعب الخدمه ويزيد يكمل عليا، او اللي كيلعب برجليه او اللي كيلعب بيديه او اللي كيهرب لي، يعني حتى الباس راني نعاني معاه ميما عليه. الا احنا ما طولناش بالنا معاه شكون راح يطول باله. بعد ما رايحه نلبس له يعني قشو راح نديه نشرب له حليبه هكذا باه رايحه نخدم شغلي في راحتي، خير من اللي يكون جيعان ويبكي موراك كنتي كي لاهيه غير بالشغل وما تلقاي راحتك لا في خدمتك لا في بالك. اول حاجه نهتموا بها يعني سورتو الامهات راهم على بالهم واش راني نهضر، ولادنا هما الحاجه الاولى، يعني حليبو بدلته هو الاول قبل حليبي انا. هاوليكم كما راكم تلاحظوا بعد ما شبعت الكريشه تاعو راهو يلعب الله يبارك. دوكا انا نروح نشرب قهوتي اللي ما نستغناش عليها في العشيه، يعني كما يقولوا ناس بكري نقعد راسي بها بالبيان. انا ما نحبش القهوه الكحله كما حكيت لكم يا البنات، ندير شويه شوكولا في الحليب ونشربه، بحكم اني وقت زمان يعني وقت فات كان عندي بزاف الكولون يوجعني تالمو كنت في الجامعه، مع ماكله الجامعه يعني الا كان معنا جامعيات راهم على بالهم بلا ما نحكي، مع الطماطم هذيك الزياده مع لي زيبيس يعني نضرت لي ليستوما والكولون بالبزاف، يعني القهوه زاد كملت عليا من في الحليب، يعني عندي مده طويله يا البنات ما ذقتش القهوه كيف راهي دايره، نشم ريحتها نعشق فيها امي ذوقها ما نقدرش نشربه.
بعد ما تقهويت وشهيتكم في الجنه وقعدت راسي دخلت لمملكتي ومملكه كامل النساء واللي هي الكوزينه. كان عندي يعني السكر قريب يخلص لي، يعني شريت سكر راني فرغته لهنا. هذو لي بواط نهتم بهم بالبزاف كيما نهتم بروحي، بويسك بزاف يعني فادوني، رفدوا لي حوايج كبار يعني مع الفارينه مع السكر مع الملح. ويعني راني مقرره قلت بربي ان شاء الله نعاود نزيد نشري 3 واحد اخرين نرفد فيهم امور خلاف. تقدروا تحطوا فيهم يعني المايزينا اللي هي نشا كيما الكبير هذاك يرفد لي بات يرفد الحبوب بزاف هايلين. وبعد ما كملت قهوتي رحت نغسل معني اللي تقهويت فيهم هكذا باه ما يتراكموش عليا في البوطاجي. وقت اللي نجي نطيب عشايا يكون البوطاجي تاعي بزاف يعني نقي ونطيب براحتي. انا ما نحبش هذيك الكركبه اللي في الكوزينه، يعني حاجه في الارض وحاجه فوق البوطاجي والاخرى في لافابو تاع البوطاجي والحاله ميدمه وانتي طيبي. لا لا ما نحبش. انا كيما راكم تشوفوا رغوه خفيفه للماعن هذوك، مع نزيد ندير رغوه اللافابو هذاك تاع البوطاجي هكا يقعد نقي. انا في هذه الحاله يا البنات ودخل عليا الزوج تاعي ربي يحفظه له جاب لي شويه فاكهه. انا الفاكهه في الليل يعني ما عندي حاجه فيها يعني نحبها مع الصباح، سورتو التشينا مع احنا رانا في فصل الشتاء وهي متوفره بالبزاف. يعني خير بلادنا ربي ان شاء الله يحفظ لنا بلادنا ويبارك لنا في خيرها وخيرنا. قلت نغسلها من نقيها ما نحطهم اكوتي ليه هكذا باه وقت اللي نجبد الخضره تاعي باه نبدا نطيب ما نلقاش كركبه في البوطاجي، بحكم انه كوزينتي شويه ضيقه كيما راكم تلاحظوا. الكرايه اللي كاريين راهم حاسين وعلى بالهم واش نقصد. يعني كوزينه رايحه شغل في الطول ما عندهاش لي سباس بزاف وين تبوجي وتتحركي وترفدي حوايج وتحطي في الارض وتفرغي البوطاجي تاعك وين تخدمي. يعني اوبليجي عليك يعني لازم كي تنقي البوطاجي تاعك وتخلي لي سباس وين تكملي شغلك. لهنا اني جبت خضره يا البنات، قررت اني ندير شويه تكتوكه تاع الطرشي الفلفل الحلو مع طماطم وشويه بصله. انا نعشق في التكتوكه يا البنات سواء في الصيف ولا في الشتاء، سورتو كي تبات. يعني التكتوكه شربه فريك هذو الامور يعني كيباتوا انا بنتهم تبان لي كثر. واللي تشاطرني الراي تخلي لي في الكومونتير. هي صح الطياب وقت ما يطيب صح الانسان مع التعب والجوع ما تقدريش تاكلي. انا وحده من الناس وقت اللي نتعب ونحط الطابله نقعد نشوف معاها الا كان حاجه تاع فاكهه ولا مشروبات ولا امور خفيفه يعني تبناج هكذا ناكل مي باه ناكل هذيك الشبعه بالخبز ولا بالكسره ما عنديش. ممكن كي نسهر ومن بعد يقرصني الجوع بالك نوض نحوس. هي راحت لي الشهيه البنات. ان شاء الله ربي معانا مع الضغط في الخدمه مع الدار مع شغل الحياه ربي يكون في عوننا. ايبا لازمنا نصبروا ونكونوا حديديات باه نواصلوا الحياه على جال ولادنا. لهنا كيما راكم تشوفوا حبيباتي راني نقي في الخضره تاعي. انا عندي مشكل مع البصل وقت ما نجي نقيها يعني عينيا يعودوا غير يجروا. نمد لكم يا البنات يعني هذه التدبيره وانا جربتها ولقيتها صح نتيجتها 100%. وقت اللي تكوني تقشري في البصل اما دغي شوينغوم يعني راح يقلل لك من الحراره هذيك تاع البصل اللي تدخل في العين ويبداو عينيك يدمعوا. انا وقت اللي عطاوهاني التدبيره هذه ضحكت وقلت ما كاش منها مي كي جربتها لقيتها صح توب وافيكاس. هي ما راحش تقلل لك 100% مي راح تنقص لك على الاقل شويه. بيسك انا كنت وقت اللي نطيب وتجي جارتي ولا شي واحد يدقدق في الباب يحيروا فيا في بالهم راني كنت نبكي تالمو ما نتحملهاش. ومع البصله الحمراء هذه يا البنات كيما راكم تشوفوا بزاف حاره. يعني ربي يكون في عون اللي زرعها واللي قلعها ثاني واللي راه يطيب بها. اللي هنا بعد ما قشرت الخضره تاعي اكيد راح نغسلها بالبيان بيسك الخضره على بالكم في المرشي ولا في السوق راح تتعرض لبزاف امور غبره حشرات يعني امور مضره بالبزاف. كاين ناس بزاف يحطوا قطره تاع جافيل في الماء وقت اللي ينقوها. انا ما نحملش الجافيل سورتو لا شميت ريحته يعني في الماكله ممكن في الماء نتقبلها مي في الماكله لا. نغسل ونعاود يعني 2 مرات 3 حتى 4 مرات الخضره تاعي بالبيان نتاكد باللي تنقات وهكذيك نطيبها وناكلها وانا مرتاحه بالصحه والهنا علينا وعليكم. لهنا راح نقطع الطرشي تاعي كيما راكم تشوفوا دي رونديل. مامو يكون خشين عادي بويسك من بعد هو الطرشي كيما راكم تعرفوا بالخف يذوب في الكاسرونه ولا في المقله ويعاود ينقص لنا من في لا كونتيتي. يعني الا كان جبتي الطرشي بالبزاف ما تنخلعيش. برك نمد لكم تدبيره يا البنات. الناس اللي تحب تاكل لحميس ويقلقها يعني داك الشوي تاع الطرشي كل مره تجبد 2 حبات 3 تشوي وتتقلق ما عليه نعطيك التدبيره هذه. جيبي كونتيتي نقولوا كيلو ولا كيلو ونص ولا حتى 2 كيلو الناس اللي يستعملوا الحميس بزاف. اشوي الطرشي تاعك على ضربه
وقشريه بالبيان، قصيه رقيق يعني، وديريه فيه بلاره سواء تاع زجاج ولا بلاره تاع بلاستيك، وديري معاه سنينات ثوم، و ميم طون فرغي فيه الزيت، وغلقي البلاره تاعك هذيك وديريها في الثلاجه وقت ما احتجتي، يعني قادره تكون لك يعني ناجحه وما تخسرلكش مده تاع اسبوع حتى ل 15 ولا 20 يوم وانتي تستعملي فيها. سورتو رانا جايين يعني مقبلين على شهر رمضان، ربي يدخلوا علينا بالصحه والهنا ونصوموا هذا رمضان خير رمضان من رمضان اللي جاز ان شاء الله يا ربي، تكون فيه صلاه وفيه تراويح وفيه لمه العائله، باسكو رمضان اللي فات تفرقنا فيه. ان شاء الله ربي يرفد علينا هذا البلا تاع كورونا، واللي عنده مرضى ربي يشفيهم، واللي توفى لهم يعني قريب ولا حبيب ربي يرحمه ان شاء الله ويجعل مثواه الجنه ويرحم جميع موتانا. ربي يعافينا وربي يرفع علينا البلاء هذا، امين يا رب العالمين في هذه الايام المباركه، ويدخل علينا شهر رمضان شهر فضيل بكل خير وصحه وعافيه وهنا، امين يا رب العالمين. انا كما لاحظتوا بعد ما قصيت الطرشي تاعي درته فوق النار يعني باه يذبل لي بالبيا، وراني نقص في البصله وما نحكي لكمش، لو كان مشوي نقوم بروح وتتفرجوا في عينيا. بعد ما نقص البصله هذه اكيد راح نعاود نضيفها بعد ما يذبل لي شويه الطرشي، نعاود نضيفها مع الطرشي ومع الطماطم اللي دوك تشاهدوني كي نقصهم، كل شيء راح يطيب مع بعضه وتجينا تكتوكه بزاف بنينه. انا الحاريه البنات ما نستعملوش يعني في الضربه الاولى، نخلي حتى يقرب طيابي يوجد ونحط مورسو صغير، بحكم انه وليدي صغير يعني ما يحملش الحار. صح انا نولفوا الحار وسورتو الحار الطبيعي هكذا باه ما يديرولوش الديدان البطن، يعني الحار بزاف مليح. ايفيتو لي زيبيسيال البنات لولادكم، مي الحار ما عليه كي يكون طبيعي، ما تكثروش برك باه ما يدير لهمش حاشاكم لا دياري وما ياثرش عليهم، مي حاجه قليله راح تساعدهم انها تقتل الديدان اللي دير في البطن. سورتو حنا ولادنا كاين اللي ناقصه لابيتي تاعهم ووقت ما ياكلوش يعني البطن تاعهم راح ينضر دخلاني. ربي يحفظهم ويحفظنا ان شاء الله ويعطينا الشهيه كامل. كيما راكم تشوفوا الطماطم تاعي انا راني قصيتهم بهذه الطريقه ورايحه نقلي كل شيء مع بعضه. كثرت عليكم الهضره يا البنات وقيلا راني وجعت لكم راسكم، مي انا هكذا لازمكم تتحملوني وقت اللي نبدا نحكي ونطلونصا يعني كشغل داروا لي لابريز ما نسكتش. ان شاء الله نهضروا في الخير وغير الكلام المفيد ونفيدوا ونستفادوا. بالمناسبه وحكايه نفيدوا ونستفادوا، نشكر بالبزاف وحده مشتركه معايا، يعني البارح في الليل نضت جويه 3 تاع الصباح ما جانيش النوم يعني فطنت، دخلت لليوتيوب لقيتها دايرت لي تعليق يعني كلفت روحها تعلق وتعاود وتشرح ربي يحفظها، وعلى الفيديو تاعي تاع الماكياج اللي درته من قبل كانت عندي واحد لاباليت تاع الفارا بوبيير ما تعجبنيش كامل، وقت اللي نحطها غير نخرج يعني هكا شويه لديدي هاك شغل ما رانيش دايرتها. عطاتني نصيحه بالبزاف مليحه وانا جربتها ولقيت فيها نتيجه، نقولها يعطيك الصحه وربي يجعلك يعني مشتركه دائمه وربي يعطيك التالق ان شاء الله يا ربي. وهذه النصيحه راح نمدها لكم هنايا في قناه في هذا الفيديو، اللي عندها يعني فارا بوبيير تطاير ومن النوع اللي بغيونت بزاف تستعمل الكونسيلر هو الاول فوق عينها، ومن بعد تستعمل الفارا بوبيير هذيك تعاود تشد بلاصتها، وإلا كان ما صلحش معاك الكونسيلر استعملي الاي شادو. بهذه الطريقه الفارا بوبيير تاعك رايحه تجيك طوب. لهنا انا راني كملت تقطع الخضره تاعي كما راكم تشوفوا، وراني نقلي كل شيء مع بعضه وشهيتكم في الجنه. نخليكم تتابعوا. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله، ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عنده. هنا انا درت الزيت تاعي يسخن بالبيان هكا باه نقلي البطاطا تاعي. انا في هذاك الطبسي ما نقدرش ندير الملح ونخلط البطاطا بالبيان، على بها فرغتها في هذيك الكورباي
وهكذا تجيني سهله باه ندير لها شويه ملح ونخلطها بالبيان. وقت اللي نقلوها ما تجيناش مسوس. هي يعني من الاحسن انا نفضل البطاطا تتقلى لي بلا ملح، ووقت اللي نحيها نملحها هكذا باه الزيت تاعي ما يتحرقش وما يكحليش، ونقدر نستعمله مره ثانيه في امر خلاف. باسكو اغلب الزيت وقت اللي تملحي البطاطا وتقليه تلقاه يعاود يطلق واحد الكحوليه. ميمه عليه انا لهنا كنت مزروبه بحكم انه قرب وقت العشاء وراني نوجد. حطيت الملح للبطاطا تاعي وخلطتها بالبيا ودرتها تتقلى. عفوا. هنايا كما راكم تشوفوا انا التكتوكه تاعي راهي يعني ذبالت بالبيا. دوك الحق وقت باه اني نفرغ الطماطم اللي قطعتها ونخلط كل شيء مع بعضه يطيب. وعاودت رجعت يعني لافابو تاع الكوزينه باه نغسل الماعن اللي كنت وجدت بيهم الخضره هذيك وطيبت بيهم. انا ما نحبش نخلي الماعن يتراكموا عليا، يعني هكذا باه وقت اللي نوجد عشايا ونسربيه يكون بوطاجي تاعي نقيبل بزاف، يبقاو لي يعني هذوك الماعنات اللي نتعشاو فيهم تجيني حاجه خفيفه باه في السهره تاعي ولا كي نروح نرقد ما نبقاش نخمم. واكره حاجه تقعد معيقتني في ذهني الماعن كي يقعدوا يباتوا بلا غسيل في الكوزينه ولا كي يكونوا متراكمين. نفضل اني وقت اللي نطيب كل ما نكون نطيب نغسل حاجه ومن بعد كي نكمل نلقى الامور الاخرى اللي قعدت متراكمه نقولوا طبسي نقولوا فاغشات نقولوا حاجه خفيفه نفوت عليها رغيوه ونخبيها هكذا يقعد البوطاجي تاعي نقي كيما راكم تشوفوا. لهنا هاو قريب التكتوكه تاعي توجد. جبت نص راس حار زدت نحيت من نص يعني ربع قصيته رقيق وعاود ترميته في التكتوكه هذيك يطلق لي ابان يعني الحرور هذاك ماشي حاجه كبيره. ودوك راح نخلي التكتوكه تاعي طيب بالبيان. واش راح ندير؟ راح نروح ندير الكسره واللي يسموها ناس العاصمه وبلايص واحده اخرى الفطير. اكيد باه راح ناكلوا التكتوكه هذه. واللي حابه تعرف انا الكسره تاعي سر يعني التحمار تاعها وسر بنتها وسر خفتها وشنو تعاود ترجع لي فيديو تاعي. اكيد راح تلقى الفيديو طريقه تحضيري للكسره في فيديو كسره والبينه وربي يهنينا وحاجه كيما هكذا. دوك كيما لاحظتوني حطيت 2 كيلات سميد مع كيلة فارينه مع الزيت مع شويه سكر مع شويه خميره مع الملح. ولا يمط العجينه تاعي بيان. انا نحب نخليها تريح شويه قبل ما نعجنها. لو طون اللي العجين تاعي تاع الكسره يريح عاود ترميت الطماطم فوق التكتوكه تاعي ونخلي كل شيء يتقلى بالبيا راح تشوفوه اكيد بعد ما يطيب يعني الطبق النهائي باذن الله. وراح نرجع ذوك حبيباتي للكسره تاعي بعد ما يكون الخمير تاعي ريح شويه العجين يعني راح ندلكها مليح. واكيد يعني الكسره طريقه الدلك تاعها ولا الكميه ولا نسبه الدلك راح ترجع لنوعيه السميد. كاين سميد اللي يكون مليح يعني جهد ما تخلطيها برك بين يديك تلقاي كسرته بزاف رطبه وبنينه. كاين سميد اللي يحتاج انك تشمخي العجين بالبيان وتعجنيه مليح باش يبيض ويجيك يعني طيابه مليح وماكلته خفيفه. انا السميد تاعي هذا ما كانش محتاج لي عجين بزاف يعني غير دعكته شويه وطيبته كيما راكم تشوفوا. انا نحب نحك الكسره تاعي بالبيان كي تكون فوق الطاجين باه طيب لي كامل كيف حمراء. كيما راكم تشوفوا الكسره الله يبارك راهي حمراء قوامها بزاف هايل ما يخشينا ما هي رقيقه يعني لدرجه اللي كي تاكليها تضرك في فمك لداخل. ودك راحت للشلاضه يا البنات. الشيء اللي كان عندي حطيته في الشلاضه يعني ما خيرتش. كان عندي مرسو خيار يعني حسبته راهو مليح كي رحت لقيته بدا يخسر لي شويه حاشاكم رميته ما درتش الخيار في الشلاضه. درت شلاضه شويه زيتون مع طماطم شويه زروديه اللي هي سناريه اكيد مع الفينيغرات. درت زيت زيتون مع الملح وشويه توم وخلط الشلاضه تاعي بالبيا وجات الله يبارك يعني مع الخل بنه حموضيه ويعني تشبح الطابلة تحمر الوجه كما يقولوا. أن سوف يشفع للذي نسي الحساب وضاع من اسأل إلهك ستره ويقيك من شر الفتن. ترك الحبيب محجة بيضاء حاشا لم تشن الليل مثل نهارها. وهذه هي الشلاضه تاعي الله يبارك يعني تبان لك باللي عندك امور قليله مي ربي سبحانه الحمد لله يطرح بركته. دارت لي 2 طباسه الله يبارك وجات متوله من كلش بامور بزاف خفيفه
الحمد لله على فضل الله. اكيد راح تشوفوها من بعد في الطابله بعد ما نسربي عشايا كامل، يعني هو عشاء شويه متواضع لكن تعبت فيه. ان شاء الله يا ربي يعجبكم. هذا هو العشاء. البطاطا هذيك درت لها شويه بيض وفرماج، درتها كشغل خبزه، جاتني بزاف بنينه يعني ومليحه، يعني تحمر الوجه هكا. هذه التكتوكه تاعنا مع شويه حار، خليت فيها شويه صوص، ما نحبهاش ناشفه بزاف، مع قرعاجي تاع البنان. انا نموت على الجي تاع البنان. هذه شلاضه مع كسيره حمراء وسخونه. الله الله، شهيتكم في الجنه حبيباتي. هذه هي الطابله تاعي اليوم، يعني بعد ما جيت من العمل وكنت مرهقه شويه، مي الحمد لله على فضل الله. الانسان غير يتوكل على ربي راح ينزل عليه ربي سبحانه وحد العون، اللي يبدا غير يجري غير يجري غير يجري ما يحسش، وكي يكمل يطيح كاو رجلي كيوليو يوجعو كمي ما عليه. على جال العائله والولاد ربي يعطينا الصحه ويقدرنا ويزيدنا من فضله. بعد ما تعشينا انا والزوج تاعي ووليدي وخملت الطابله وغسلت الماعن كنست الحاله، قررت اني ندير الهوت شوكليت يا البنات. كيما راكو تعرفوا رانا في فصل الشتاء، ومع البروده هذه ما يوالمنا غير الشي سخون. قلت نوجد هادو يعني زوج كيسان، واحد ليا واحد لزوجي، ودرت شويه الاصيل ومي ما حبش يشربه لي. الوصفة راهي موجودة في قناتي، يعني في فيديوهاتي السابقة. الطريقة أكيد راح نحطوا الحليب مع نزيدوا معاه انتي وكمية الحليب اللي ديري أكيد حتقيسي عليه كمية الكاكاو. نحطوا المايزينا واللي هي نشا، نحطوا شويه فانيلا على الجل باه نديروا نبدلوا له الكو يعني، ونحطوا قطع من الشوكولاته اللي عندها ماكسون ولا عندها نوتيلا ولا عندها يعني نوع اخر من الشوكولاته تاع العلب، تحط مغرفه تخلطيه بارد في بارد. ما يخلعكمش يا البنات كي تلقاوه تشكلوا حبيبات عادي، وقت اللي تهزيه وديريه فوق النار وتبقاي غير تخلطي ما يخلعكش، راح الحبيبات هذيك تعاود تطلق كامل ويجيك سائل بزاف هايل. انا لهنايا الهوت شوكليت تاعي راني درته فوق النار. لاحظوا الطريقه اللي راني نخلط بها، يعني جوست دقيقه ماهيش كامله، يعني مجرد ثواني تلقاو الحبيبات هذيك اختفت. مام الشوكولاته هذيك بدات تذوب، رغم انها مازال ما قاستهاش الحراره القويه، مي بدات تذوب من التحراك والتخلط. والقوام تاعو يجي بزاف بنين كيما راكو تشوفوا، راهو بدا يعقد ليه شويه. اكيد اللي ما تحبش الهوت شوكولات تاعها يكون ثقيل بزاف دير المايزينا ولا نشا غير كميه قليله، واللي ما تحبهاش كامل تحبو يكون سائل ما تستعملش المايزينا نهائيا، يعني غير الكاكاو مع الحليب مع شويه فانيلا، واكيد السكر ما ننساش. انا عندي مشكله مع السكر من الملح، ما فهمتش علاه ننسى عليهم. لهنا الهوت شوكولات تاعي راهو وجد. دوك راح نفرغو في الكيسان، تشوفوا القوام تاعو ما هو جا خاطر بزاف اللي ينتكل بالمغرفه، ما جا مايه بزاف سايل. بهذه الطريقه رايحه نفرغو لكم باه تشوفوا. شوفوا القوام تاعو شحال هايل يا البنات، مع ريحه الفانيلا والشوكولا، يعني بزاف يشهي وبزاف صحي، يعني مفيد، فيه الحديد فيه فيتامينات، مقوي للجسم، يعني يحميك من برودة الشتاء هذيك. ما راحش يحمينا يعني نسبة 100%، لكن راح يدفي لنا الجسم تاعنا وقت اللي نشرب ولا ناكلو حاجة سخونة أكيد. أنا هنا كانوا عندي قطع من الشوكولاتة ديكوريت بيهم الكيسان تاعي، واكيد راح تشوفوا الشكل تاعهم النهائي. شهيتكم في الجنه، جربوه بزاف هايل. انا الطريقه اللي حضرتها يعني في الفيديو السابق في قناتي، درت معها شويه كريم شانتي، مي هذه حبيتها تكون هكا بسيطه احسن. والله بزاف هايل، لذيذ مفيد صحي وأمام طو اقتصادي. هنا اميراتي انا يخلص روتيني لنهار اليوم، على بالي طولت عليكم، مي الله غالب هو جا كيما هاك. قبل ما نروح نرقد اكيد كيما اي واحد نروح نبروسي سناني بالبروسادون والدونتيفريس. اكيد احنا لازم نبروسو سناننا من اي ماكله، وبالخصوص اذا كان كلينا حاجه حلوه سواء كانت سائله ولا جامده، المهم حاجه حلوه في السنان وانتي راقده ماشي مليح. راح نبروسي سناني حبيباتي ونتوكل على ربي، نروح نشد بلاصتي نريح شويه باه نبدا يوم جديد ان شاء الله يا ربي يكون مليان بكل خير وهنا وسعاده ليا وليكم. نتلاقاكم يا ربي في فيديو اخر يكون ممكن احسن من هذا وعلى هلاله، ونلقاكم في صحه وعافيه. الى عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم ما تنساوش تشتركوا لي حبيباتي في القناه وتفعلوا الجرس، هكذا يوصلكم كل جديد. بونوي وتصبحوا على الف خير وصحه وهنا يا ربي.